صحيحه. ديما المتتبعين ديالي لاباس عليكم، تنتمنى لكم امسيه سعيده والايام كلها جايه ان شاء الله تكون على خير بخير وتكون مزيانه لينا وليكم جميع المسلمين اجمعين. بلا ما نطول عليكم، اليوم ما شاء الله رجعت باش ندير واحد الفيديو ودرت واحد الكاطو صيفطو للوالده ديالي بدون ما نعلمها، وخليتو لها مفاجاه. كاطو زوين ساهل ما فيش تعقيدات بزاف، غنخليكم نتوما المقادير ديالو كيفاش تحضروا ومن اول خطوه الى اخر خطوه. نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا كيف قلت لكم غنحضروا اول حاجه هي الجنواز، جنواز فاني. عندنا السنيده لا فارين والخميره الحلوه وخمسه البيضات. هذه كنت فايت سابقا اني صايبتها معكم. تندير خمسه البيضات في الباتور، ندير خمسه ديال البيضات كاملين. نحاول ان نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. ومن بعد غنزيدو السنيده وغنزيدو السكر فاني. ديك السنيده الفاني تحيد ديك الزفويه البيض. كنت انا مشارك معكم هاد سميتو الجنواز. انا بعد ما طلعت لي الجنواز نحسبها انها تكونفلات مزيان وطلعت مزيان. نديرو تنخلطو الخميره الحلوه مع الدقيق وغنزيدوها على الخليط ديال الجنواز. وفي هاد الاثناء انا مسخن في درجه حراره 180. مي غنطيبها نزلو على 160 مده من ربع ساعه حتى لثلث ساعه. انا تنستعمل الفران ديال الضو. نتوما استعملتو الفران ديال الغاز العافيه قليله وهي من التحت ما تكونش مجهده. انا صافي غنحاول نخلط الخليط وغنديرو في المول ديال اللي درتو الجينواز. هذا هو الخليط ديالي غنديرو في المول دابا الان. وانا خديت هاد المول القطر ديالو 20 على 6 سنتيمتر. كي قلت لكم انا مسخر الفران على 180 غنزلو ل 160 وغنطيبو انا عندي في الفاره يطيب من الفوق ولتحت لمدة ما بين 20 حتى 15 حتى 20 دقيقة. ونقدر نديرو على حسب الفران حتى 25 دقيقة. وكيف قلت لكم انا ندخلو دابا الفران. انا تنحاول اني نقادو مزيان باش يجيني مقاد. وغنديرو دابا هنا تنحاول نضربو شويه ونقادو ونديروه في الفران ونوريكم كيفاش جا الشكل النهائي ديالو. وهذا الجنواز ديال بعد ما طاب تيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تيتنتفخ وتيرجعو تاني، لانه ملي تيخرج من الفران ما تيبقاش واش طالع. تلاحظوا انه تيطلع ولا كتنزل. غنخلوه يبرد ونمشيو نحضرو الكولي ديال الليمون. هنا نديرو نحاول انا نعبرو هذا الليمون. عصرتو من بعد ما عصرتو صفيتو عبرو تقريبا. هنا غنحاول نعبرو هنا في الميزان تقريبا عطاني هذيك 240 236. غندير فيها انا 3 الورقات ديال الجيلاتين. ما تكثروش الجيلاتين، ديرو 3 الورقات لان نورمالمون حنا تنديرو معاها الكولي. نورمالمون حنا في الكيلو تنديرو 7 الورقات ديال الجيلاتين في الكيلو. هنا المهم غندير 3 الورقات ديال الجيلاتين في الماء. يكون الماء بارد من الاحسن يكون الماء بارد، حتى ما درتوش الماء بارد او مثلا ما غيعطيش المفعول ديالو، ولا مشيتو درتو في مسخون غيدوب ليكم. هنا غنديرو في الكاسرونه الكولي ونخليوه حتى يتخلط مزيان. الا ما عندكمش الجيلاتين ديروا بديل سميتو هو مايزينا معلقه. هنا غنديرو الجيلاتين وغنخليوه ونخلطو مزيان وغنخليوه على جنب يبرد تماما باش غنمشيو نمونطيو الكاطو ديال لوغونج. هنا
المقادير اللي عندنا الكاكاع، عندنا لاكريم، ولا تنستعمل هاد لاكريم لأنها تجيني رائعة وزوينة بزاف. أنا غنحاول نمونطي تقريبا واحد بين 700 حتى 800 غرام ديال لاكريم، وغنديرو هاد الكولي ديال لورانج تقريبا واحد 100 غرام ديال لورانج، وهنا غنحاول أنا نمونطيو. هادوك لورانج باش يجي داك النكهة ديال لورانج فيه، غنحاول أن نطلعو ديك لاكريم ولكن منطلعوهاش بزاف باش تبقى لينا أننا تجينا ساهلة في الخدمة باش نديروها في الكاطو. هنا من بعد ما مونطيناه تيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، غنخليوه على جنب وغنمشيو نقطعو الجنواز اللي كنا صايبناها نقسموها. انا غنفضل نقسمها على قسمين فقط، غنحاول نقطعها بشويه بالتساوي صافي. وغنديرو طرف غنديروه هنا في هذاك القطعه هنا، والطرف الثاني غنديروه في سميتو هنا. خلي كيف قلت لكم خليت نفس المول ونفس القطر اللي استخدمت، يعني ما نفس القطر ديال سميتو هو اللي استخدمته في الطياب ديال هاد الجنواز. هنا تنحاول نفزك السيرو، هنا السيرو هنا فقط الماء وقشر الحامض وقشر الليمون وقشر والسكر فاني وسنيده، بطبيعة الحال سنيده صافي. قبل ما تيغلى وتيدفى هنا تنحاول نفزكو داك البسكوت مزيان، وتنديرو داك الخليط ديال الشونتيي اللي مونطيناها مع السكر مع لاغوم ديال لورانج. نحاول نقادو مزيان، نقادو هاد الطبق الاول مزيان. الا عندكم شي سباتيل صغيره من الاحسن، وإلا ما عندكمش سباتيل ممكن استعمال الملعقه. انا افضل سميتو السباتيل، مي انا نوريكم حتى بالمعلقه ممكن تقادو حتى بالمعلقه الجوانب. هنا هذا خطوه اختياريه باش ديرو الكاع. صراحه كاطو رائع وشاف الوالده وعجبها ومشات وحماقت عليه، قالت لي شكرا، تعبت معايا، الله يخلي لنا والدينا والله يخليكم نتاجم والديكم. هنا غنحاول نفزق القطعة الثانية، هي الاخر اللي دقنا، غنحاول نفزقها مزيان بسبب داك السيرو. هنا غناخد ملعقة، من الاحسن تقدروا ديروا ملعقة بلا ما ديروا بانسو، ملعقة غتسهل عليكم انكم تفزقوا دغيا. هنا غنديروا لاكريم المتبقية من ديك اللي مونطيناها، وغنحاول انني نقادها، وغنخليو واحد شويه واحد بلاصه فين غنديرو الكولي اللي صايبنا قبيله. غنحاول نقاد جميع الجوانب مزيان، جميع الجوانب، ونحاول نقادها ونخلي البلاصه فين غنديرو الكولي، وندخلو بالثلاجه يبرد من واحد 6 المكانه على ما يبرد الكولي ونديرو. هنا بالنسبه للكولي حاول ما ديروش يكونش مرخوف وما يكونش معقد، يكون شويه باش ما يسيحش ليكم من الجناب، لان هذه نصيحه مني لانني انا ساح ليا من الجناب، ولكن عرفت نعتقل موقف. يعني تنقول ان بالنسبه للناس المبتدئين ما ديروش، لانه تيبدا يسيح كيفاش شفتوه نتوما تيسيح من الجناب. فحاولوا انكم تسدوا هاد الجوانب مزيان وديروا شويه. هنا بعد ما شد ليا الكولي دخلت الثلاجه واحد ساعتين 3 ساعات المكانه تقريبا. هنا غنحاول انني نمسح جميع الجوانب وزعما وبلا ما نجلخ سميتو، نحاول نحيد هذاك سميتو باش نوريكم كيفاش جا الكاطو. هنا غنحاول انني نمسح ديك الجوانب ونفينيهم مزيان باش غنحاول نوريكم مرحلة الديكوراسيون. باش نقولكم خطير الكاطو، جا خطير للغاية، رائع 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 جدا. ضروري ان شاء الله انكم تجربوه.
هنا درت هاد الليمون هنا باش نحاول نزوق الجناب انه ديال الليمون. هنا صافي كملت جميع الجوانب، ومن بعد غنجيب الشونتي اللي كانت واحد الشونتي كانت متبقيه ليا، وغنحاول نديرها هنا، ندير واحد شويه هنا في الجانب هنا من الجانب صافي. هنا غنزوق بهاد الليمون. تنتمنى انكم هاد الكاطو انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وان شاء الله غنخلي لكم المقادير كلها مضبوطه في صندوق الوصف. كل شيء من اول خطوه الى اخر خطوه. وهنا غنكتب الاسم ديال الام ديالي، الله يخليها ليا ويخلي لكم نتوما امهات ديالكم. صافي غنحاول انني نكتب هنا باش نكتب الكاطو، باش ندير الاسم ديال الوالده ديالي. صافي دابا تيكون هو الشكل النهائي ديال الكاطو. ندير هاد القليبات، علاش لا. صافي دابا الفينيسيون ديال الكاطو يعني ساهل ماهل، يعني مفيهش شي تعقيدات بزاف. وكنقول لكم شاركوا مع الاهل والصحاب باش تعمل فائده، وبارطاجيوه مع الناس، وشي لايك الا كان. الله يعطيكم الصحه. وهذا هو كيف قلت لكم، هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. تنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا كيف قلت لكم باش تعم الفائده على الجميع. ولا عندكم شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير، ولا عندكم شي حاجه قولوها ليا، وانا دائما في خدمتكم. والى اللقاء ان شاء الله، فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.